السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم، وزي ما بنقول من نجاح لنجاح. النهاردة الحقيقة يعني نجاحنا مختلف كتير، لأن احنا النهاردة معانا حالة من أصعب الحالات اللي مرت عليا في 35 سنة في جراحات الشخير. هنشيل لها الدعامة دلوقتي وبعدين نتكلم معاها ونشوف صعوبة الحالة دي ايه. ازيك يا حاجة فوزية؟ الله يسلمك يا أستاذ. قلقانة؟ طبعا. بسم الله. بس خلاص. الناحية التانية. خدي نفسك بقى كده، قولي الحمد لله. الحمد لله. خدي النفس. الحمد لله وشكر الله. نفسك عامل ايه؟ الحمد لله. كويس. الحاجة فوزية 65 سنة. صعوبة الحالة الحقيقة أنا مش عارف أبدأ منين، لكن صعوبة الحالة أولا السن 65 سنة، ثانيا الحالة الصحية مش مظبوطة، عندها مشاكل في السكر، مشاكل كبيرة قوي. عندها كسر في الفك بتاعها واتعمل لها زي دعامة في الفك أو زي حاجة اتحطت في الفك عشان يثبته. عندها تيبس في مفصل الفك. عندها عصب سابع، ما بتقدرش تفتح بقها. افتحي بقك كده يا حاجة فوزية. دكتور بلاش بقى، انت حرام بقى. ليه؟ احنا عملنا العملية وبقيتي كويس. معلش. طيب الحقيقة صعوبتها في حاجات كتير قوي. صعوبتها ان في التخدير، من اصعب الحالات اللي عدت علينا في التخدير، ولكن في وجود طبعا المناظير التخدير بفضل ربنا اللي موجودة عندنا وكفاءة اطباء التخدير المتخصصين في جراحات الشخير قدروا ينيموها. صعوبتها في الشغل جوه بقها وجوه انفها، سواء كان سقف حلق او لوز او انف، سواء كان حاجز انفي او غضاريف او كل الكلام ده. صعوبة التعامل جوه بق، فتحته يا دوبك 3 سم. وجود الأجهزة الحديثة، وجود التيم المحترم الكفء معايا، قدرنا الحمد لله ان احنا نعمل لها العملية بفضل ربنا اولا واخيرا. الحقيقة كان عندنا تحدي، خلينا نتكلم بصراحة. انا كان قدامي تحدي، اعمل العملية ولا ما اعملهاش، بكل الريسك وكل القلق والمخاطر اللي احنا ممكن نتعرض ليها. لكن قعدت مع نفسي كده شوية، قلت يعني لو ما عملتش العملية هيبقى صعب تتعمل الحقيقة. دي حاجة. الحاجة التانية، ثقتي في ربنا كبيرة قوي، ان احنا بنعمل اللي علينا وبنسعى وبنجتهد وكل واحد فينا بيخلص في عمله، فكانت ثقتي في ربنا ان شاء الله ان النتيجة تبقى كويسة. دي الحقيقة اللي انا برتكن عليها اولا واخيرا. وفعلا الحمد لله عملنا لها عملية من 10 ايام. عملية صعبة في تخديرها، صعبة في جراحتها، صعبة في كل حاجة فيها، في فوقانها صعبة، في كل حاجة الحقيقة. ولو حد طبعا طبيب تخدير بيسمعنا او دكتور انف واذن هيعرف كويس قوي قوي كلامي معناه ايه. الحمد لله على سلامتك يا حاجة فوزية. انا مستنيكي بقالي 10 ايام. الله يسلمك. مستنيكي بقالي 10 ايام عشان اشوفك واسمع منك اخبارك ايه. ولا هدعي لك. قولي لي، انا هسألك سؤال واحد. انت نمتي في ال10 ايام دول؟ نمتي؟ اتحسنتي شوية عن قبل العملية؟ اتحسنتي في ايه؟ اتحسنت في النفس. النفس. ايه تاني؟ وفي البلع شوية برضه. في البلع شوية برضه. حركتك وحالتك الصحية ومرواحك ومجيك شكله عامل ازاي؟ لا عادي الحمد لله. كنت كويسة؟ الحمد لله. العملية خدت مننا قد ايه؟ ولا كنتيش داري؟ انا كنت معلمة 3 ساعات ولا ساعتين؟ طب روحتي بعديها بقد ايه؟ روحت مش عارفة، انا احمد اللي يقول لا، روحنا ساعتين. بعد ساعتين. روحتي كويسة؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ما كنتش متوقعة ان انا يعني هبقى ماسكة نفسي كده. امال كنت متوقعة ايه؟ كنت متوقعة ان انا هكون تعبانة جامد. ان ايه؟ هكون تعبانة جامد. ما انت تعبتينا جوه العملية، ما كفاية تعبتينا جوه العملية
بعد العمليه ما تبقيش تعبانه بقى، تبقى كويسه صحية. صحيه. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مش عايزه تتكلمي؟ لا ها؟ ولا مش قادره تتكلمي؟ مش قادرة اتكلم. لكن احسن الحمد لله. الحمد لله. عموما الحمد لله. حسيتي ان انت بعد العمليه سنه احسن في النفس وفي النوم؟ ها؟ في حد بينام معاكي في الاوضه يقول لك انت بقيتي احسن، بتنامي احسن؟ قالوا لي احسن من الاول شويه. عشان طبعا الدعامات طبعا الدعامات قافله مناخيرك والنفس طبعا. طبعا. انا بقول الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك. والحمد لله على سلامتنا احنا برضه، خدي بالك. ده سلامتك، ده ربنا الكبير هو اللي هيجازيك خير إن شاء الحمد الله. لله الحمد لله. كان تحدي والله ان احنا نعمل لك العمليه دي، لكن بفضل ربنا يعني احنا برضه يعني بنستخير وبناخد كده يعني قراراتنا من بعد ما ربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك الله مره يسلمك. تاني. الله يسلمك. وانا سعيد بالحاجه فوزيه جدا، وسعيد بان هي الحمد لله اتحسنت دلوقتي وتتحسن اكتر الفتره اللي جايه. وانت طبعا بعد ما شلنا الدعامه هتفرق معاكي جدا 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 طبعا. ان شاء الله. تحب تقول كلمه ابنها؟ ها؟ طيب. ده فضل من ربنا علينا والله. وانا كنت منتظر فعلا الحاجه فوزيه ان هي تجيلنا، والحمد لله زي ما توقعت، وان شاء الله كويسه وهتبقي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه تقولي حاجه؟ عايز اعرف انت عملت ايه بالظبط. عايزه تعرفي ان عملت ايه؟ عملت لك شفت الحاجز إيه؟ الانفي كويس بالمنظار، وعملنا الغضاريف بالشيفر، وعملنا سقف الحلق، وعملنا اللهاء، وعشلنا اللوز. كل الكلام ده عملناه لك، كل الكلام ده. واللسان شكله. واللسان طبعا الجزء الخلفي بتاع اللسان، وما ادراك ما اللسان. تعبتينا، لكن فضل انا من بس انا ربنا. حاسه ان في ناحيه مفتوحه عن ناحيه في مناخيرك؟ في زور النوم. ما هو طبعا لسه لغايه ما يحصل الناحية دي التئام في للجرح. البلع مفتوحه يعني. ايوه طبعا. باخد برشام المضاد كان بيبقى، الحيوي ما هو دي. بيبقى فيه دايما الناحيه دي مم. حسيت ان فيها مش مفتوحه من بره. لسه لغايه لما الاثنين يلتئم الجرح في الناحيتين والدنيا تبقى كويسه. واللحميه اللي نازله من السقف كل ده يبقى كويس ان شاء الله. ده انا بقول ده حاجه انت نسيتها. اصبري على نفسك شويه. عشان تكون حاجه نسيتها يا دكتور. نسيت ايه؟ مقص جوه مثلا لحميه نازله كده من جوه. نسينا مقص جوه ولا حاجه؟ انت عمليتك كبيره مش صغيره، وتحمدي ربنا قوي 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 قوي، والتحسن لسه قدامنا. انت لسه بقالك 10 ايام. فضل من ربنا والله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. رحت لحد قبل كده قالوا لك عمليه؟ قالوا لك؟ بقول لحضرتك والله ما رحت لحد خالص. اللي بعد ما جيت لك قلت لي اللسان وما اللسان اترعبت. اترعبتي؟ فرحت الدكتور في اسكندريه. كويس. قال لي هو فعلا في تضخم في اللسان، بس دي عمليه صعبه. قال لك كده؟ قلت شكرا. شكرا. مشيت. حتى العلاج اللي عطاهولي ما كملتوش. انت من اسكندريه؟ انا من كفر الشيخ بس. كفر الشيخ. اسكندريه. الحمد لله على سلامتك مره تاني، الله يسلمك. ومنورانا. الله حبيبي. هذا فضل من الله علينا والله، ومنا من ربنا، وفضل ربنا، فضل ربنا كبير 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 الحمد علينا لله والله. والشكر. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وزي ما بنقول دايما ده فضل ربنا، ده من نجاح لنجاح الحمد لله. وزي ما بننهي وبنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.